الزمالك يكسب بيراميدز 1-0 ويأكد استحقاقيته للدوري. الزمالك ده حالة بجد، والله مفيش مقاومات لكل اللي بيعمله ده. أي فريق بيمر باللي بيمر بيه الزمالك ده مستحيل يعمل اللي الزمالك بيعمله. الزمالك يستحق اللي هو فيه ده. جمهور الزمالك يستاهل، هم عاملين كل حاجة في كل البطولات. النهارده ما بطلوش تشجيع من أول دقيقة، الجمهور مخلي اللعيبة واكلة نفسها في أول الماتش. أول 10 دقايق الزمالك ضيع كورتين، واحدة من ناصر منسي لعبها بدماغه والتانية من عبد الله السعيد خطيرة قوي. الزمالك هدي قوي بعد أول 10 دقايق، هدى اللعب شوية. بيراميدز بدأت تدخل في الماتش وجاب الجون اوفسايد في الدقيقه 32، بس هي اصلا الكره من اولها هندس، بس الحكم ما شافهاش. محمد اسماعيل كان متمركز غلط قوي الشوط الاولاني، كان بيسيب مكانه كتير قوي، بيطلع لقدام حتى ومش مالي مركزه. احسن واحد الشوط الاولاني للفرقتين كان بالنسبه لي عبد الله السعيد، عامل مجهود جبار في اول الشوط الثاني وخرج محمد اسماعيل، وده صح عشان ما فيش عمق خالص في نص ملعب الزمالك، ومحمد السيد اكيد حافظ المكان ده اكتر. في حاجه لفتت نظري بس ان اداره الزمالك بدات تحضر وبدات تطلع في البرامج في ظل لما كان في مشاكل ما كانش في حد منهم بيطلع او بيتكلم عن حاجه اصلا. غريبه قوي الصراحه، وكان لازم اتكلم فيها، وهم اصلا ما عملوش حاجه للفريق. اللي الفريق فيه ده بسبب الجمهور اولا، ثم اللعيبه وكابتن معتمد جمال. مهند لاشين لعيب مهم قوي لبيراميدز، شايل خط النص لوحده. بتزيرة ممسوك بدل الواحد باتنين وتلاته، مفيش مساحات ليه خالص. لعيبه الزمالك بتلعب المضمون، وبيراميدز غريبه قوي انها بترجع لتلت ملعبها وقافله المساحات كلها على الزمالك. الماتش متكافئ بين الفرقتين لغايه الدقيقه 66. الزمالك بدا يضغط وهو باين قوي ان هو عايز الماتش اكتر. في لقطه غريبه قوي الدقيقه 73، عبد الله السعيد راجع سبرنت من كورنر كان للزمالك، بجد لعيب مجهوده كبير قوي. لعيبه كتير قوي في الملعب ما بتعملش اللي عبد الله بيعمله ده. في الدقيقه 74 من مجهود من بتزيرة يودي شيكو بنزا انفراد، بس الشناوي صدها. كره خطيره قوي كانت للزمالك. كان واضح برضه من ساعه لما نزل محمد السيد ان هو كان مهزوز شويه ومتسرع. في الدقيقه 84 جون جميل قوي للزمالك، اللقطه بدايتها كلها من شيكو بنزا، عمل كل حاجه واداها لبتزيرة اللي نهاها زي ما الكتاب بيقول، والزمالك يتقدم 1-0 في اخر الماتش. شيكو بنزا ده محيرنا معاه الحقيقه، بس هو عمل كل حاجه صح في الكوره. عمر جابر برضه عامل ماتش كبير قوي، بيلعب بجد وروحه دي اللي الزمالك محتاجها. الدقيقه 92 الزمالك يجيب الجون الثاني عن طريق شيكو بنزا، بس الجون طلع اوفسايد، بس الهجمه من اولها حلوه قوي، اتدرجوا بالكوره صح. الزمالك الصراحه هو اللي يستاهل المكسب ده، عمل كل اللي عليه في الملعب، وبان ان لعيبته هي اللي عايزه ده. مين بالنسبه لكم كان احسن واحد في الماتش النهارده؟ انا بالنسبه لي عبد الله السعيد. مبروك لجمهور الزمالك العظيم ولاعيبته الرجاله والكابتن معتمد جمال.